السلام عليكم، شلونكم متابعينا؟ يا رب تكونون بخير والصحة والسلامة. رجعنا وياكم اليوم بطبخة سهلة وسريعة، ويعني هي من التراث تقريبا، كان بيبياتنا وامهاتنا يسوون اياها. شنو عندنا اليوم؟ عندنا سمك. راح نسوي وصفة او طبخة نسميها قبل كنا صيد القدر. صيد القدر شنو هي؟ مرقة السمك بس شوي بيها اختلافات. شنو نحتاج؟ عندنا هنا سمكات 2 راح يعني احنا غاسليهن بالشكل، شوفوهن غسلناهن، وهسه راح نوخر الصدف مالتهن، نقشرهن ونصدفهن عيني ونقطعهن. وعندنا طماطة وعندنا بصل، ونحتاج نوم وبصرة، نحتاج ثوم ما جبته هسه اجيب لكم اياه، ونحتاج خضورات. شنو هي خضوراتنا؟ خضوراتنا نعناع وشبنت وكرفس، 3 أنواع من الخضورات. بعد شنو نحتاج هنا تمن عنبر، يعني فد ربع كوب تمن عنبر. هالشكل انا غسلته ونقحته على ما اكمل الصلصه. هاي الطماطه ايش راح اسوي بيها؟ راح اخلطها بالخلاط، والبصل اثرمه ان شاء الله، وحتى ما اطول عليكم اكمل هاي الخطوات السريعه. راح نبي نسوي الصلصه. شرحنا البصل، وهنا عندنا فصين ثوم، وراح نحمسهم كل الاثنين، خليناهم شويه كاري وكركم وملح. زين حبيباتي، هسه من يقبل البصل هاي الصلصه مال صيد القدر او مال السمك ضعوها. هسه يقبل البصل ونرجع نقلب. بعد ما يقبل عندنا البصل راح ندير خليط الطماطه. طبعا خلينا ويا الطماطه بالخلاط، خلينا خاشوقة كبيرة معجون الطماطة. شوفوا حبيباتي، هسه بعد شنو راح نخلي التمن مالتنا اللي نقعناه، تمن العنبر اللي نقعناه راح نضيفه. لما تستوي هاي الخلطة عندنا كل زين، واللي نشوف التمن مالتنا استوى، نرجع نكمل وياكم. هسه بعد ما قطعنا السمك ونظفناه، هسه بدينا نقلي السمك. طبعا بالمرقة اطيب شي يصير الراس، يعني جهة الراس. خلينا له الخلطة مالتنا اللي انا مسويتها وياكم زين عيني، وراح نخلي وياه حتى ما يطلع لنا ريحة. هاي الفكرة كلش حلوة، تقطعين هالشكل نومية حامضة، وكل ما تخلين وجبة تخلي لك كم قطعة هالشكل. شوفي هالشكل تخلين كم قطعة حتى ما يطلع لك ريحة الزفر بالبيت. شوفوا حبيباتي، هاي راح تستفادين من عندها الفكرة. بينما قطعيها يا والقشة مالتها، بس وخري شوية، حاولي وخري المواد كبار. هسه ان شاء الله نكمل وارجع لكم. حبيباتي بعد ما سخنت عندنا الصلصة زين عيني، والسمك مالتنا حمص باعوا ما شاء الله شلون حلو. هسه راح نسوي، راح نخليه بالصلصة. راح اخليهم كلهم بالصلصة من 4 قطع عزيزاتي. وراح اخر خطوة شو نسوي؟ راح نخلي الغوراف على الوجه مالتها، وننتظرها فد 5 دقائق على نار هادئة ان شاء الله. نرجع النهائي مال صيد القدر او مرقة السمك مالتنا. وصفة سهلة وسريعة وكلش طيبة، طبعا جربوها ما راح تخسرون. ان شاء الله تكون وصفتنا لهذا اليوم نالت اعجابكم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك، ولا ان نلتقيكم بوصفات ثانية وسهلة وسريعة. تحياتنا لكم.